اسمها شوي غريب بس طعمها كتير رهيب. كبدة مشرملة الجزائرية، وصفة بتعقّد. بتروحوا عند قطف لحّام وبتجيبوا من عنده كبدة بقر أو خروف؟ بتقطعون شرايح وبتنزّلون على مقلاية حامية مع شوية زيت، قلبوا لي إياهم كام تقليبة لبين ما ياخدوا لون، اكتبوا لي بالتعليقات شو يعني مشرملة عندكن. شيلوا السودا حطوها على جنب وبنفس المقلاية نزلوا لي حوالي ال5 لحصوص توم. على فكرة إذا كنتم مثلي بتخافوا من الزنخة هالوصفة أكيد رح تعجبكم. زيدوا لي عليهم حوالي 3 بندوريات مفرومين ناعم. يا ترى هالأكلة عندها اسم تاني عندكم؟ اكتبوا لي بالتعليقات. وعليهم بتضيفوا فلفل أحمر حلو، فلفل أحمر حار، كراوية، فلفل أسود وملح. من أول ما اتعرّفت على الوصفة ما بقى ساوي إلا هالطريقة. في اللي بيزيد كمون، أنتم من أي جماعة؟ كمون أو كراوية؟ وبعد ما تستوي البندورة زيدوا عليها السودا وخلّوها تتكتك لتعقد الصوص، وبعد 15 دقيقة يا سلام، يا سلام على الريحة بتشهي. يعني شو بدي أقول لكم الواحد بده بس يغطس بالصحن. زيدوا عليها كزبرة وبطاطا مقلية أو رب الرمان، بس أنا هون حطيت عصرة حامض، عن جد رهيبة وهلأ قولوا لي حتشجعوا تسووها؟